فده نوع من الناس سيكولوجيا هو رافض فكره ان هو مريض ضغط او مريض سكر. ايه رأيك في الناس اللي بتستغنى عن العلاجات بتاعتها بتاعت اذا كان مريض سكر او ضغط مم. ويقول انا هلتزم بدايت وده هيحل الموضوع؟ انا عدى عليا موقف مثلا حصل في الصيدليه، واحد جالي الصيدليه هو اتشخص من 4 5 ايام انه عنده الضغط، والدكتور كتب له على دواء ضغط، هو رافض ياخد دواء الضغط، وجه الصيدليه كان ضغطه 170 على 120 110، مش فاكر بالظبط الرقم كام، بس كان ضغطه عالي جدا. فبساله طب انت ضغطك عالي بتاخد دواء؟ خدته من اخر مره امتى؟ ما خدتوش خالص. ليه؟ هو قال لي انا لو خدته هيمسك فيا، مش عارف ابطله بعد كده كانه جن مثلا، فاهم؟ اتعود عليه. هو خايف ياخد دوا، هو رافض نفسيًا، مش عايز يتقال عليه مريض ضغط. فده نوع من الناس سيكولوجيًا هو رافض فكرة إن هو مريض ضغط أو مريض سُكّر، فبيقعد يقاوح في الأكل، في الشرب، في يقول لك أنا هانزل أتمشى، طب هتتمشى النهارده وبكرة هتعمل إيه؟ فقُلت له أنت لو ما خدتش دوا هتموت. هو مش عايز يعترف مش عايز يعترف، فبيقاوحوا بقى بأي حاجة، يقول لك أنا هامشي على نظام أكل معيّن، أنا هابطّل قهوة وشاي، خلاص مهمًا عملت لو أنت بقيت مريض ضغط أو مريض سُكّر لازم تاخد الدوا بتاعك، وتتابع بعد كده تشوف الموضوع هيتطوّر للحلو والّا هتبقى واخد الدوا بشكل مستمر.